لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة بعد الثانية بعد الثالثة، ثم النهاية كارثة. يقول ذلك الرجل صاحبنا، يقول: وحتى بدأت أقابلها في المطاعم في المقاهي، اتضح أن المرأة مطلقة، يقول لكنها أكبر مني سنا، سنها أكبر مني، لكن قلت عادي شهمني، أهم شيء الفتاة جميلة. يقول: واتضح أنها سيدة أعمال ثرية، عندها فلوس، وشاب بطالي، واحدة ثرية وهي اللي تكلمه، ما صدق يعني، امرأة ومال وجمال، اجتمعت الثلاث في واحدة. يقول: استمريت معها حتى قالت لي يوم من الأيام، يقول شهور على هذه الحال، قالت لي: أنا عندي أعمال أريدك أن تديرها. قلت: حي هلا، هذه فرصتي. يقول: فقالت لي يوم من الأيام: عندي بضاعة في إحدى الدول العربية، ما رأيك لو تروح توقع الصفقة والعقد شراء البضاعة؟ قلت: لا بأس، حاضر. يقول: فأعطتني تذكرة جاهزة وورقة للفندق، سكن ومصروف جيب وكل شيء. يقول: وسافرت وأنا فرح. قالت لي: اذهب للفندق وسوف يأتيك الرجل يوقع معك الصفقة. قصة حب جميلة، وبضاعة الآن، وتجارة وأموال وجمال وسعادة. شوف هذا الغرور الحين، هذه الآن الزينة، هذا الظاهر. يقول: لما جلست في الفندق أنتظر، يقول: فجأة طرق الباب، فتح الباب، يقول: فإذا